مساء الخير. النهاردة هنكمل الخطوات اللي أفكر فيها قبل ما أجيب حيوان أليف أو قطة أو كلب. الأكل، التغذية لازم طبعا يكون أكل مفيد ليهم مش بيضر. مثلا أكل البيت مش مناسب ليهم، في حاجات تضرهم ما بتنفعهمش، مثلا البصل، الثوم، الشوكولاتة، الملح الكتير، الحاجات دي طبعا هتضرهم مش هتنفعهم. طبعا في الاكل اللي هو الجاهز، اللي هي الحاجات اللي زي دراي فود، دي حاجات ممكن تكون كويسة او ممتازة، بس لو كانت نوعية كويسة هيكون طبعا حل ممتاز. مثلا هيكون في طبعا اكل على حسب السن وحجمه، على حسب وزنه وحسب سنه، وفي كمان اكل بيكون مخصوص للي هم عندهم حالات صحية، يعني في حاجة مثلا معينة عنده بيدور على حسب الاكل بتاعه، ده طبعا الدكتور بيقولك عليه. حاجة المية مهمة جدا، لازم المية تكون دايما قدامهم موجودة، طبعا يكون كل يوم، وتكون الطبق برضه نضيف، كل يوم بتتغير المية وبيتغسل الطبق، دي أهم حاجة، أهم من الأكل. رابع حاجة طبعا الأكل مش مكافأة، نديها له طبعا لو عمل حاجة كويسة، فطبعا كده الحيوان هيسمن ويبقى عنده كسل، مش هيبقى كويس، ده حاجات طبعا هتضر صحته، مش هيبقى مش كويس ليه ابدا، هيزيد في الوزن طبعا ويبقى كسلان. طبعا ان كل حيوان بيبقى طبيعة معينة، يعني انت طبعا عشان هتربيه وهتفهمه فهتبقى فاهمه، يعني مثلا لو تعب او ما اكلش كويس او ليه في حاجات مش متغيرة في طريقته في الاكل او في الشرب او نايم كتير، يعني في اختلاف في الحاجات اليومية اللي بيعملها دايما معاك، فده طبعا لازم تستشير دكتور بسرعة، لان ممكن يكون في عنده حاجة بس مش باين ان هو تعب، بس في تغيير انت ملاحظه، فلازم طبعا تستشير دكتور او تاخده توديه لدكتور توريه له يشوف ايه الحاجة دي او في ايه التغير ده سببه ايه، علشان طبعا هو كائن له معدة وليه جسم ولازم نحافظ عليه، مش اي حاجة وبس، لان هو طبعا مش كالزبالة بنديه نرميله اي اكل او بواقي البيت اللي عندنا، طبعا ما ينفعش ده. الخطوة الرابعة هي النظافة والرعاية. النظافة بجد مهمة جدا، النظافة مش رفاهية، ده جزء من مهم جدا ومهم لحبك لحيوانك الأليف، يعني بيظهر له ان انت فعلا بتحبه، ان انت مهتم بيه وبترعاه. لو عندك قط لازم طبعا ننضف الرملة، ننضف الرملة كل يوم، نغير الرمل كل يوم، مرة أو لا، نغير الرملة مرة أو مرتين في الأسبوع، لكن تنظيف الرملة ده طبعا باستمرار. لو عندك كلب تمسح رجله بعد كل خروجه، مثلا بعد ما يرجع من البيت، وتخلي بالك من نظافته ونظافة ودانه وعيونه. الشاور، ده برضو حسب نوع شعره، ممكن مرة أو مرتين في الأسبوع. وأهم حاجة وطبعا أكله يكون في طبق نضيف، والمية بتتغير كل يوم برضو زي القطط. وأهم حاجة تراقب الحيوان، لو لقيته مثلا بيهرش أو كتير أو شكله مش مرتاح، ممكن يكون في حشرات أو حساسية، وساعتها لازم دكتور بيطري. لازم الرعاية اليومية مش وقت ضايع، دي لحظات حب واهتمام بتخلي علاقتك بالحيوان طبعا تكون أقوى، لأن انت دايما معاه وبتراعيه. الخطوة الخامسة هي سلوك الحيوان، ازاي تتعاملي او تتعامل مع التصرفات المزعجة. زي ايه بقى التصرفات المزعجة؟ كل حيوان ليه شخصية، بس اوقات بيعمل تصرفات تضايقنا، تخلينا نتعصب او نتوتر، زي التبول في مكان غلط، العض او التخريب في الفرش مثلا زي القطط. اول حاجة الصوت العالي مش بيجيب نتيجة، الصوت العالي مش بيجيب نتيجة خالص، بالعكس ده بيخلي يعني الموضوع يتفاقم اكتر. لكن والعنف لكن بيخليه يخاف منك وما يحترمكش. بجد الحيوان بيفهم جدا الحاجات دي. تاني حاجة المكافأة الذكية، لما نعمل تصرف كويس كافئه بكلمة طيبة،
طبطب عليه. ممكن تاخده تنزل معاه لو هو الكلب طبعا، تاخده تنزلوا سوا كده، بيحس ان فعلا صاحبي مبسوط مني، وبننزل سوا نتمشى مع بعض، نتمشى فترة طويلة. فكده بيتبسط، بيفرح، وبيفهم ان هو عمل حاجة كويسة، عشان كده هو بيتكافئ. القط طبعا طبطب عليه وعشان يتعلم بالظبط الحاجة اللي انت عايز تعلمها له. التكرار، التكرار. مثلا لو هو اتعمل في مكان انت عايز تتعلم ان هو يعمل في الليتر بوكس مثلا القط، لازم كذا مرة. يعني لو عمل غلط تاخده وتشيله وتحطه في الليتر بوكس. لازم كده. الكلب نفس الحكاية، تاخده بره، تفهم مع التعامل معاه، بتفهم طريقته، بتفهم الوقت امتى اللي بيتعمل فيه الحمام. مع الوقت هتفهم ده. وفيديوهات تانية هكلمكم ازاي وعن الحاجات دي بالظبط، سواء كان القط او الكلب. لازم طبعا الليتر بوكس يتنضف دايما، زي ما قلت ان لازم يتنضف، ولازم نغير له الرملة طبعا في الاسبوع مرتين زي ما قلت لكم. وكل تصرف له تفسير، بس محتاج ان احنا نلاحظ، طبعا ان احنا نلاحظ تصرف الحيوان بتاعتنا، نتصرف معاه بحنية، مش ان احنا اي حاجة كده وخلاص. وما تنسوش اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد أول بأول. وما تنسوش بالحب نربي وبالرحمة نعيش. باي باي.